السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة تعليم سكتش أب. عايزين نتعلم إزاي نعمل واحدة زي كده بدون أي بلجن أو بدون أي أداة خارجية. زي ما أنت شايف كده، يعني يعتبر النسخة اللي معايا أنا مش منزل عليها أي بلجن اللي هي تساعدني في إن أنا أرسم حاجة، وده اللي أنا عايزك تتعلمه في السكتش أب. يلا نشوف. يلا، أول حاجة هعمل ريكتانجل كده 120 و 58. هعمل بوش 87 سنتي. طبعا الادوات اللي انا شغال بيها دي كلها مشروحه في الفيديوهات اللي فاتت بالتفصيل، كل اداه بتعمل ايه وبستخدمها امتى. هجيب هنا الاوفست واعمل 1.8، سلكت الايدج ده واطلع بيه لفوق 8 سنتي كده. وبعد كده اعمل بوش 57 واعمل هنا ميك جروب كده للوحده. واجي بعد كده اعمل الرف جوه كده، بوش 1.8 ميك جروب، سلكت الرف كده واطلع هنا دوس كده. خلاص كده الوحدة الأرفف. هاجي أعمل الضلف، أعمل الضلفة كده، أمسك الريكتانجل من الزاوية لغاية لما تظهر لي علامة الميد بوينت دي، وأنزل تحت 2 سنتي كده وأقفل الريكتانجل. أعمل بوش 1.8 وأعمل ميك جروب كده. أمسك الضلفة، المفروض إن أنا هاجي بس هنا الأول، هدخل جوه الضلفة تاني وأعمل دوت 4. أعمل 4 مللي، أنقصها 4 مللي من هنا و4 مللي كده، دوت 4. بعد كده أطلع بره الضلفة، همشي بالضلفة كده 2 والفوق برضو 2 عشان تبقى الضلفة معايا في خلوص. همسك الضلفة، أعمل كنترول عشان آخد منها كوبي. هاجي هنا لغاية الحرف هنا وأسيبها، وبعد كده أمسكها تاني وأخش يمين دوت 4 مللي عشان خاطر الخلوص يبقى موحد الضلفتين زي بعض. هاجي بعد كده عايز اخلي الضلفه تفتح وتقفل، طبعا من غير اي بلجن خارجي، يعني مش بلجن دي بي اس ولا حاجه، لا هنفتحها بالسكتش اب برضو. وزي ما انت ممكن تعرف او ما تعرفش ان في حاجه اسمها دايناميك كومبوننت داخل السكتش اب ده. بلجن او دي اداه من ادوات السكتش اب المهمه جدا، وعامل عنها فيديوهات في سلسله كامله عنها بتشرحها بالتفصيل، اللي حابب برضو يشوفها، غير السلسله بتاعت آه، السكتش اب العاديه. طيب، هاجي هنا اول حاجه لازم احول الوحدتين دول او الضلفتين دول، الضلفه اليمين اعملها ميك كومبوننت. ميك كومبوننت، هاجي هنا على سيت كومبوننت اكسس، يعني هظبط الاكس بتاعها. طبعا الاكس بتاعي ده لازم يكون زي الاكس بتاع الوحده بتاع سكتش اب الاساسي، يعني الاتجاهات تبقى كده، الاحمر مع الاحمر والاخضر مع الاخضر. واقول له كرييت، مش هسميها. وهاجي هنا امسك الثانيه واقول له ميك كومبوننت، وامسك برضو سيت اكسس، الاكسس بتاعها ده مظبوط هنا اهو، اكد عليه كده كده، واقول له كرييت. بعد ما ظبطنا الاكس ظبطته عشان خاطر يساعدني في اتجاه الفتح والقفل. طيب، هاجي هنا هختار كومبوننت اتريبيوت، وهضيف حاجه من تحت هنا اسمها اون كليك.
زي ما قلت لك، انت لو عايز تعرف كتير عن الديناميك اتفرج على سلسله الديناميك كومبوننت. هنا هجيب معادله اسمها انيميت هنا، واجي اسلكت الخانه بتاعت الاون كليك دي واعمل لها انسيرت. هاجي هنا في الاتريبيوت اكتب روت زد، في الستيت 1 هقول 0، وفي الستيت 2 هقول 90 سالب 90 عشان الاتجاه، وهمسح باقي المعادله. انتر. هاجي استخدم علامه الهاند دي وافتح كده، هلاقيها فتحت العكس. هاجي اشيل علامه السالب كده، انتر. الاقي الضرفه فتحت معايا. تمام. هاجي هعمل هنا كنترول سي، انسخ المعادله دي، وهاجي هنا هضيف الاتريبيوت برضو اللي هو اون كليك، وهقول انسخ المعادله اللي انا عملت لها كوبي واحط لها السالب، وادوس انتر، اختار علامه الهاند، الاقي الضرفه بتفتح معايا بدون اي بلجن. دي وحده مطبخ بتفتح وتقفل. لو عايز تعرف بقى كتير وتعرف، تابعني واتفرج على الفيديوهات في سلسلتين ماشي فيهم ان شاء الله الاتنين مع بعض. إيه إيه سكتش اب عادي وسكتش اب، وفي سلسله خاصه بالديناميك كومبوننت. ما تنسوش تعمل لايك وتعمل اشتراك وتعمل لو تعرف حد بيهمه ان هو عايز يتعلم الحاجات دي ابعت له عشان خاطر يتفرج عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.